الله وبركاته. ان شاء الله راكم بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير. فيديو جديده ورياكسيون جديده في القناه تاعنا. جزائري كان متمني ان يزور المغرب كايتها الناس اللي يحبوا يزوروا المغرب من بلدان اجنبيه، من اوروبا، من امريكا اللاتينيه، من عرب، افارقه، اسيويين. المهم سيد راح على مطار تونس، على مطار قرطاج، حكم الطائره وسافر للمغرب. الحاجه الاولى كان عنده نظره، كان عنده كما نقولوا اونيدي على الشعب المغربي وعلى المغرب. وش الحاجه اللي فريمون كي لحق المطار ما كانش يسنى فيها هو التصرف تاع واحد المغربيين اللي تصرفوا معه بطريقه اللي حبست له راسه وخلاته كما نقولوا سيدي يا فتاح يا رزاق. لحق المغرب صدموه التصرف كما نقولوا اللي خلاه السيد انه راسو يبوغي ما يفهم والو. شوفوا معنا هاد الجزائري هادي خالتنا العزاز كيفاش تصرفوا مع هاد المغربيين هادو في هاد الفيديو هادي، ونولي ندير عليها اون رياكسيون. ماشي للتشيكن حوس ان شاء الله على نوفالر اللي تمشي للرباط ان شاء الله. مام هنا في تونس ما يصعبوليش ان شاء الله يا ربي. يا اخي والله راني متحمس خاطر قراب راني متحمس يا طيارة حد ديماري ان شاء الله. اجمل حاجة تصرى لي في الطيارة يكونوا بلايص فارغين قدامي، اقسم بالله مير حاجة ان شاء الله فيها خير. وحاكمني واحد ستريس خفيف ان شاء الله خير ان شاء الله خير. صافي بارتي من لافونتير. خلونا ندخلوا ان شاء الله. ربي يرحمه ليكيب لو كنت طياره الواحد يرتاح نلحق ان شاء الله المغرب نبدا المحتوى مش نورمال ريقلي بعد. صدقوني غير دخلت المغرب خاوتي بعد اجراءات كانت طويله وسهله او مام طون. توفيق تاع ربي سبحانه وتاع صحابي كانوا معاك هاملك خاوتي. صدقوني الشكر لله والشكر لهم واخوكم. وراك مرضي، راه مرضي والله تا مرضي. يا والله فرحان خاوتي. شوفوا غير لحقنا لهنايا خويا يونس واش دار مد لي 200 درهم على بال بلي ما كانش وين نتصرف هنايا. كي نطلع له ان شاء الله لطونجي نعطيهم وين تلقى ناس كيما هكا بورفي ما تحصلش وما تلقاش وين ما دير الشونج ولا طيح في مشكل ولا. والله الناس هادو ولاو خاوتي اكثر من شي عباد عرفتهم هادي 10 سنين. اللهم بارك. كما شفتوا معنا خاوتنا العزاز تصرف صادم مع زوج هادو مغاربه لهاد الجزائري اللي كانوا معاه في الطائره وسافروا. هذاك الجزائري سافر على مطار الجزائر تونس وهما سافروا معاه من مطار تونس الى المغرب. السيد كانت عنده اونيدي على المغرب، سيرمون شاف بزاف وتصفح المواقع الاجتماعي وعبر الاعلام ومنع على المغرب انه بلد سياحي، بلد جميل، بلد اللي فيه مدن جميله، بلد اللي فيه تطور في عده امورات ما شاء الله، بلد اللي يحتضن كاس افريقيا 2025 وكاس العالم مع اسبانيا والبرتغال في 2030. يعني الناس تكون عندهم لا كيوريوزيتي انهم يحبوا يسافروا ويروحوا الى المملكه المغربيه قبل كاس افريقيا وقبل كوب دو موند 2030 باغ كيوريوزيتي. بزاف ناس اللي يحبوا يسافروا منهم جزائريين رغم انه راهم يروحوا على الخطوط التونسيه عبر تونس، ولكن هذا ما خلاهمش انهم يعجزوا ويضربوا دار لهذا البلد. الانسان هذا حب يسافر، شوف بزاف لي فيديو تاعو ما شاء الله، دار دي فلوغ كيما درت انا في المغرب، الرباط، مراكش، سافر عده المدن. سي صانع سي يوتيوبر نقدروا نقولوا صانع محتوى او مسافر او مغامر او انسان يحب يديكوفري بلد من غير بلاده. سي تو طافي نورمال ما شاء الله، مليح تسافر فيها صحه. وذاك الرسول عليه السلام قال لك سافروا تصحوا، تعرف تقاليد شعوب، تعرف عقليه شعوب، تعرف ناس كيفاش عايشين. هو كي الحق للمطار ديجا اوتوماتيكمون باش نفسر للناس عطاو له الفلوس، عطاو له درهم مغربي بالك الحق مع الليل باسكو لي فول دو ديكالاج هادو خاوتي العزاز باش تكونوا على بالكم. دوكا كي راهم على تونس تقدر تلحق دون زان فول وين تلحق للمطار نورمال. الناس لازم دي فوا تسد ولا بالك كيما نقولوا ما لقاش وين يصرف الاورو اللي جابوه معاه، اوتوماتيكمون هما ديباناوه باش ما يقعدش هكذاك اون بان، باش يقدر يحكم القطار، باش يقدر يسو ديبلاس ويلحق كيما نقولوا سونتر فيل تاع مدينه الدار البيضاء. اوتوماتيكمون كي تجي باغ فول تونس الجي تونس راك تحبط في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، ومن بعد كي يتلاقاو في طونجي كيما شفتوا باسكو الناس هادو حيتلاقى معاهم في مدينه طنجه يرجع لهم دراهم. صافي بليزيغ ما شاء الله كي ديباناوه. وانا نعرف مام ناس اللي طاحوا دي زالجيريان تما
ما عندهمش الفلوس، كيما الفيديو اللي درت على هذاك من مدينه مستغانم اللي رقد وتلفت له في البي تاعو ونسى بلي الطياره عزوج تاع الصباح واحد بعزوج بعد الظهر رقد ونسى وراح له الفول. وانا درت له فيديو وين شفت ما من الناس اللي جاوا وعاونوه وخلصوا له البي تاعو مغاربه. يعني انا جامي نسى لو جاس هذاك. والسيد كان راجل على كل حال، هذاك خونا موسى من مدينه مستغانم اللي قال لك انا خلصوا لي غير البي باش نعاود نولي. فريمون وقفوا معاه بزاف الناس من المدينه القديمه، وانا كنت شفت عيني قدامي كيفاش وقفوا معاه الناس وما كانش طماع. خلصوا لي غير البي باش نعاود نولي، خلصوا له الفلوس، فاتوا البي، زاد قعد 4 ايام تما في لي زوتيل والماكله ومنا خلاص له نورمال. الانسان تقدر يتنقطع به الحبل في بلاد الناس تو طافي نورمال، ولكن خاوتوا المغاربه ما خلاواش وما سمحوش فيه وما شاء الله. الوغ من فيديو فريمون اللي عجبتني، هذا واش انا نحب نبارطاجي حاجه اللي تقرب بين الشعبين. شتو التعامل تاع المغربيين هذو كيفاش عطاو له الدراهم وكما نقولوا تصدم سانسيرمون تصدم، ما فهم والو في هذا لو جاس هذا اللي داروه له خاوته. وانا هادشي نعرفه وشوف بزاف من الناس في المغرب اللي يقول لي تحتاج كاش حاجه الله يبارك رانا هنا. حتى مغربي اذا جا الجزائر الجزائر يعاونوا بزاف المغاربه هنا. كاين بزاف حكايات بوكو دي سوا اللي واحد ما صورهمش وما وراوهمش. الناس خدموا في الخافه، داروا الخير في الخافه ما بيناتهم، يقعدوا مسلمين وتقربهم اللهجه والجوار اللي ما بيناتنا وما شاء الله. الوغ فريمون عجبني انجاز كيما هذا. هادو هما اللي جاس اللي يخلوا الناس تشوف حاجه ايجابيه بين الشعبين وبين البلدين وبين الجارين وبين هاد الناس هادو اللي تجمعهم الاسلام والاخوه والشهاده ويجمعهم دين واحد. المشاكل هذيك السياسيه اللي كاينه نقولوا دائما ربي يصلح الامور ويرجع المياه الى مجاريها. احنا لا غالب ناس بساطه سيو نديرو كو دي فيديو اللي يقربوا هاد الشعبين هادو الجزائري والمغربي، ما نوروش امورات اللي يزيدوا يجيبوا النيجاتيف، سيو نجيبوا غير البوزيتيف. كانت بل فيديو خالتي العزاز على لو جاست هذا اللي داروا هاد المغربيين هادو سمحوا لي هذا الاخ الجزائري هذا هو تصدم، راح دار دي فيديو حوس في مراكش في كازا في الرباط، دار دي فلوغ انا اللي عجبوني كيشتهم، ولو كونسيبت تاعو كان ما شاء الله يوري للناس طيبه الشعب المغربي كيما وراو ناس واحد اخرين من جنسيات مختلفه. حتى الجزائري عنده الحق انه يسافر ويروح ويعاملوه بمعامله جيده وما شاء الله، ويوري دي فيديو ويدير ان تري بون كونسيبت. نقول لكم خالتي العزاز كاين فيديو خفيفه ظريفه على هاد لو جاس فريمون اللي عجبني، من جميع حاجه اللي تكون مليحه اللي تقرب بين الشعبين، دي جاس ما بيناتهم. بزاف امورات شفناهم في الواقع بعد على المواقع، ما وريناش بزاف امور صراو، بزاف حكايات دي زالجيريا ومغاربه، اون سوليداريتي انكروياب. انا كنت نشوف زنزان الحوز كنت في المغرب بزاف دي زالجيريان اللي حبطوا وعاونوا مع خونا بوجمعه اللي مبلغ سلام مدينه بركان من وجده، ووقفوا تما في هذاك الزنزال. كي جيت نصور يقول لي خليها لي وجه الله، ما جيناش نديروا البوز، حنا حبطنا من باب الاسلام والانسانيه واليومانيتي. شفنا مام افارقه من جنسيات اخرى حبطوا، وشفنا لو جاس كيفاش وقفوا الناس في المملكه في هذيك المحنه هذيك اللي احتاجت كل الناس والبلدان العربيه مشهوره في هذه الكوارث انهم يوقفوا وقفه واحده مع ولاد بلادهم في اي طارئ في اي كارثه. نقول لكم خاوتي العزاز كاين فيديو خفيفه ظريفه على هذا لو جاس هذا اللي داروا خاوتنا المغاربه مع الجزائري. نقول لكم ابونيو بارطاجيو ولايكيو، بارطاجيونا دي فيديو هادو هما اللي الناس لازم تشوفهم، ماشي تشوف دي فيديو تاع الفتنه وتشوف دي فيديو اللي يجيبوا الطاقه السلبيه ماشي الطاقه الايجابيه. الله يفارقنا بلا ذنوب. بروشينمون في دي زوت رياكسيون دي زوت فيديو توجور في هذا لو كونسيبت هذا. والسلام ورحمه الله وبركاته.